الليل انا نزلت فيديو بقول لك الفرق بين القهوه العاديه والقهوه المضروبه. تمام. انا عامه لما عملت الفيديو كنت عامله على لان ما لقيتش منتجات، لان ما لقيتش بن مضروب عشان اجيبه واعمل عن طريقه يعني. فانا عملت من عن طريق البن اللي قدامي وخلاص. فانا كنت بوريك الفرق مش اكتر يعني. بتستلك على ازاي ان المنتجات اللي هي بتتحط على البن تقدر تكتشفها ايا كان بقى نوع البن اللي موجود ده، سواء كان مضروب او سليم او حد بيحطها كاضافه. فايا كان الفكره انا كنت بتست مش اكتر على الموضوع. تمام. فلقيت ان في ناس كتير قوي داخله عماله تقول لك طب انا عرفت ازاي؟ طب انا اعرف ازاي؟ ما الاثنين نفس البن. تمام. ما انا حطيت لك كربوناته في كنكه والكنكه الثانيه سبتها من غير كربوناته. تمام. نفس القصه عامه. الناس اللي بتضرب البن ما بتحطش اصلا بن، ولو حطوا بن بيتست البن بحاجات بسيطه خالص. تمام. فهي نفس الفكره هتطبقها سواء البن كان بن او فول صويا او ايا كان اللي محطوط ايه، هيطلع لك بنفس الحاجه اللي انا عملتها لك بالظبط قدام عينك. الفيديو كان كامل. تمام. ونزلت على اليوتيوب. تمام. لو دخلت عندي على تحت الاسم هتلاقي علامه الانستا، لو اتكيت عليها هتلاقي اللينك بتاع اليوتيوب تحتها في البايو. تمام. فلو دخلت هتلاقي الفيديو كامل فيه الشرح كامل عن الموضوع اصلا من اوله لاخره. لكن انا نزلت حته صغيره جدا من الفيديو ما نزلتوش كامل على التيك توك. فعشان كده في ناس كتير قوي ما فهمتش الفكره جايه منين. الفكره جايه من البن ذات نفسه ايا كان هو مضاف عليه اصلا المحسنات والكربونات لاجل ان هو يبقى افضل، او لاجل ان هو اصلا مش بن خالص. ففي الاول والاخر انا بتست مش اكتر. ما كانش ان انا بعمل حاجه مثلا على منتج او اي حاجه. انا كل الحكايه ان انا بفيد الناس مش